السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة باذن الله. وهذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. نتوما مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نتلاقاو باش نحضروا واحد السيجار باللوز اللي صراحة كيجي واحد المذاق فيه رائع ومقرمش كيف كتلاحظوا معايا، وفيه واحد القرمشة رائعة من برا، ولداخل هذيك العقدة كتكون معلكة بواحد النكهة مخالفة على ديال القرفة اللي كنستعملو دائما. الا كنتم مهتمين بالوصفه بقاو معايا. هنا في المقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال اللوز بودره، عندي معلقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، 100 غرام ديال السكر سنيده وما زهر غادي نبقاو نضيفوه في العجينه، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال قشور الحامض. هاد القشور الحامض بهذاك اللي كان عندي في المركز ديال الحامض اللي حضرته معكم. عندي هنا واحد الحبيبات ديال المسكه الحره، وعندي كذلك الزبده اللي غادي نحتاجوها الورقه من بعد، وبطبيعه الحال الورقه ديال الفيلو اللي غادي نحتاجوها في هذه الوصفه هذه. هنا عندي البودره ديال اللوز اللي ضفت لها هكا المسكه الحره مع السكر وخلطتهم مع بعضياتهم. المسكه الحره يعني ضفتها هكاك، حيت من بعد غادي نعاود انا نطحن هاد البودره ديال اللوز، حيت بغيت شي عقده اللي كتكون هكا ملسه وكتكون معلكه. ما بغيتوش نتوما تزيدو طحنوها، يعني هذيك المسكه الحره هكا طحنوها وصافي، ولكن نصحكم جربوا هكا باش هذيك العقده فمكم تكون معلقه، واحد المذاق فيها رائع. جربوها بهذه الطريقه وما غاديش تندموا. صافي هنايا هكا مريت وبقيت نطحن هذيك العقده اللي عندي مزيان كيف كتلاحظوا معايا. يعني ملي كتبقى هكا في الجوانب ديال الطاحونه كنبقاو هكا نهبطوها ونعاودو نطحنوها حتى تطحن مزيان وتخلطنا مع هذاك السكر اللي ضفنا له، حيت السكر سنيده حنا ما بغيناش يبقى هكا يعني حبيبات، حيت غادي نعاودو هكا نطحنوه باش نحصلوا على واحد العقده اللي هي ملسه ورطبه. وكيف قلت في الاول يعني تكون معلكه، شي حاجه اللي هي رائعه، وصفه ولا اروع. يعني هكا شي حاجه اللي غادي تحطوها فوق الطابله ديالكم ديال تحمير الوجه، حتى الا جاو عندكم حبابكم وضيافكم يعني هكا غادي تحطوا لهم حاجه اللي هي رائعه وبنينه. هنايا بالنسبه لهذيك العقده ديال اللوز وضعناها هكا فوق في واحد الاناء، وضفنا لها هذوك معلقه ديال الزبده وكذلك قشور الحامض اللي هكا يعني غادي نبقاو نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان. هنا العقده ديال اللوز كتحتاج دليل، ماشي غادي تخلطوها هكا بصبعكم وصافي، يعني خلطوها مزيان وما تخافوش الا خرجت لكم الزيت عاود زيدوا الماء زهر وبقاو دلكوا فيها حتى هكا غادي ترطاب معكم وتحصلوا على واحد العجينه اللي سهله في التشكيل. صافي انا غادي نبقى هكا ندلك فيها وغادي نزيد شويه ديال الماء زهر. الماء زهر ضفت على حساب واحد 30 مليلتر ديال الماء زهر، يعني شي حاجه اللي هي قليله بزاف ولكن كتعطي هذاك المذاق ديالها اللي هو يعني ضروري في هكا المعسلات ديالنا. صافي انا بقيت هكا كندلكها مزيان، ومن بعد غادي نمر باش نشكل بها هكا واحد الصبيعات، كل واحد يشكل صبيعات على العبار اللي بغا هو. كيف كتلاحظوا معايا هنايا غادي نبقى ناخذ العبار بواحد المعلقه صغيره باش يجيني هذاك الشيء تقريبا يعني بحال بغيتو نتوما تعبروها في الميزان يمكن لكم تعبروها في الميزان. صافي انا هنا هكا غادي نواصل بهذه الطريقه هذه، كنبقى نشكل الصبيعات ونحطهم في واحد الطوسي. الا نتوما بغيتو يعني هاد العقده ديالكم يعني من بعد ان هاد يعني باش تجيكم اسهل في التشكيل يمكن لكم توضعوها واحد 30 دقيقه في الثلاجه. انا هنايا مريت مباشره وشكلت هاد الصبيعات ديالي، ولكن الا كنتو نتوما عندكم الوقت ديروها واحد 30 دقيقه هكا في الثلاجه، ومن بعد عاد تشكلوا بها هاد الصبيعات هادو. ديال الفيلو غادي ناخذ الكميه اللي محتاجاها يعني في هاد لي سيجار هادو، غادي نقطعها هكا بالمقص يعني بحال الورقه قسمتها على زوج، ومن بعد غادي نولي نقسمها مره اخرى على زوج ونعاود نقسمها مره اخرى كذلك، يعني باش نحصلوا على واحد الصبيعات اللي هما صغار. ما غاديش نديرو حنا لي سيجار كبار بزاف. كيف كتلاحظوا معايا هنا يعني كتقطعوها على العبار اللي بغيتوه نتوما، كل واحد يدير العبار ديالو. انا اختاريت يعني هكا ما يكونوا كبار بزاف وما يكونوش عاود هذوك لي سيجار اللي هما صغيورين يعني هكا شويه عرض. صافي هنايا هكا غادي نمر كنبقى ندير جوج وراقي. كيف غادي تلاحظوا معايا هنا عندي جوج ديال الطريقه باش درت هكا الوراقي، يعني نتوما خذوا اللي جاتكم سهل. كاين هاد الطريقه هذه اللي وضعت هكا واحد الورقه، من بعد درت لها الزبده ضروريه الورقه ديال الفيلو حيت ما غاديش تقليوهم. كندير السيجار ديالي ومن بعد كنلويها هكا في الجوانب باش ما تخرجلناش العقده، وكنلويه ومن بعد غادي نمر ونعاود نفس الطريقه ندير الزبده الورقه ديالي، وكنوجد هذاك السيجار الاول ونعاود نديروه في الورقه مره ثانيه.
يعني وكندير بهذه الطريقة هذه هي الطريقة الأولى. غادي نخليكم تشوفوها مرة أخرى، عاد نمروا باش نشوفوا الطريقة الثانية. وهنايا كاين هاد الطريقة هادي اللي غادي ندير الزبدة فوق واحد الورقة، ومرة أخرى نوضع واحد الورقة أخرى، وهنايا غادي نوضع هاديك الحشوة ديالي في الوسط هكا ديال اللوز، وغادي نبلع عليها هكا في الجوانب، نرد عليها الورقة ومن بعد نلويها باش نحصلو على واحد السيجار. كيف قلت لكم يعني كاين هاد جوج طرق، نتوما اختاروا اللي جاتكم ساهلة ديروها، اما هما بجوج طرق يعني راه بحال بحال في المذاق وفي الشكل. صافي غادي نواصل بهاد الطريقة هادي حتى نسالي ان شاء الله حتى نسالي الكمية اللي عندي ونتلاقاو من بعد. صافي هنا هكا من بعد ما كملت واحد الكميه درت واحد الثانيه، هنا غادي ناخذ الزبده وندهن بها لي سيجار ديالي. يعني هكا ضروري ما تدهنوا هاد الورقه ديالكم لانها ضروري باش تجيكم هكا مقرمشه. ومن بعد غادي ندخلوهم الفران مسخن 180 درجه. الفران ديالنا يكون مسخن على 180 درجه، يعني باش تبنا هكا على الخاطر ديالها وما تحرقناش، يعني على برا وتبقى لنا لداخل خضره. صافي غادي تاخد لنا واحد الوقيته ديال ربع ساعه، يعني نتوما حداو مع الفران ديالكم، يعني هكا تاخد لنا واحد اللوين ذهبي. نخرجوها من الفران باش ان شاء الله نسقيوها بالعسل كيف غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. صافي هنا من بعد ما خرجتها من الفران غادي هكا ندير لها العسل من الفوق ونخليوها هكا واحد المده في هذيك العسل، ومن بعد غادي نمروا باش نديروا لها التزيين ديالها. انا بالنسبه لي هنا في التزيين يعني اختاريت هكا ندير لها هاد اللوز هكا ايفيلي في الجوانب. يمكن لكم ديروا اللوز مهرمش ولا ديروا جنجلان، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. والوصفه ديالنا كتكون بهذا الشكل هذا، يعني صراحه واحد الحاجه اللي عاطيه للعين وهكا نحطوها فوق المائده ديالنا كتحمير الوجه، يعني صراحه روعه وكتكون هكا مقرمشه وبنينه. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج. انا ان شاء الله نضرب لكم موعد في وصفات فيديوهات وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.